يعني الفتيات وللنساء. يا أختي الكريمة، إذا جاك شاب يعني ملتزم وخدام شهر بسيط أتزوجي به، اسألوا عليه، هل هذا حافظ على الصلوات ولد فاميليا، اسألي على دينه. يا للأسف بعض الشباب حب يتقدم الوحدة يخطبها يتزوج بها، صدقوني ماذا قالت له؟ واش تخدم؟ قال هذا شهر. حاول تفهم شحال تخلص، صدقوني بالله. وصلت وين قالت له اسمح لي خويا الشهرية تاعك ما تعيش. بما انك حابه تزوجي انت يا اختي، شحال من وحده غرها زينها، ماشي لا لا هذا طويل، هذا سمين، هذا قصير، هذا ساكن مع ماليه، هذا ساكن ساكن في عشة، هذا ما. يا اختي الصغر تاعك والله ما يدوم، والزين تاعك هذا والله العظيم ما يدومش. انا نوصيك يا اختي، والله المعيشه الحلوه تزوجي بانسان بسيط شهر يجيب لك لقمه حلاليه، يكون محافظ على صلواته، يكون يعني انسان بسيط، والله العظيم غتعيشي معه في سعاده، والله العظيم غتستبني مع الحياه. انا اقول لك كيفاش. هذا الشهر البسيط يشد فيك ب10 يدين، وانت تشدي فيه ب10 يدين، والله العظيم غير الحاجه اللي يجيبها لك تاع ماكله تستبنيها، واللي يشري لك حاجه تاع لبسه تفرحي بها، خاطر ماشي دائما يجيب لك الماكله مليحه، وماشي دائما يجيب لك اللبسه مليحه. والله يجيب لك الإصابة غير تستبنيه وتفرحي به، والله يجيب لك السرقة دير له حبيبات بيض ولا غير تستبنوهم، ولا غير يشري لك لبسة بسيطة تروحي في مناسبة تاع فاميلتك، والله غير يدوروا كاع بيك ومنين شريتيها وشحال خلصتيها وشكون شراها لك، راجلك ولا غير يعرف يشري. السعادة والحلوة، السعادة يعني الحقيقية يا أختي والله العظيم غير راهي مع الإنسان البسيط. أنا نحكي لكم قصة هذه. المخلوقة تزوجت مع واحد مرفع عجب، اتزوج بها، هي قبلته على اساس انا عنده دراهم. ويا للاسف اليوم كي يجي واحد اللي عنده دراهم الناس تحشم باش تسقسي تسال يصلي، اسكت علينا يقول فاش تقول لك تصلي، يعود يروح ما يوليش تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. روحوا شوفوا المحاكم، روحوا شوفوا دار الشرع وش راه صاير فيها. انا نكمل لكم القصه تاع المراه هذه. تزوجت به، صدقوني خازنها في الدار كانها دميه كوكيه، ولا يدخل الا في ساعات متاخره من الليل، فسئمت ذلك العيش وقالت هذه ماشي حياه. وبلغ بها الامر انها طالبته بالطلاق. قال له علاش وش فيه؟ راه داير لك في الدار كل خير، داير لها الصونه، داير لها التاويل، يعني واش نقول لكم الجنه؟ قالت له سمحوا لي أي ماشي حياتي، أنا باش يخزنني أنا نحب راجلي نعيش مع الحياة اليومية. خرج الصباح نطيب له قهيوة، نصلوا صلاة الفجر، يجي العشية يلقى الماكلة تاعو واجدة، يحكي لي كيفاه منا، يغسل رجليه يتوضا، يحكي لي الهموم تاعو اليومية، ونطلع له المورال، يطلع يحبط لنا المورال، يطلع عليه هو المورال. هاي المعيشة الحلوة. احنا ما راناش ضد الأثرياء، وما راناش ضد الناس المرفهين، حاشا. ما قلناش لا حاشا، ما راناش نعاود الناس المرفهين، لا. لكن نروحوا للمحكمة، يوصل الرجل يعرف ولا شيء بدراهمه، حتى وليك بدوكم ما تسوش عليا كاع المهم. فيا ايتها الفتيات ما تتكبروش على الانسان الشهر البسيط. توصل احدى الفتيات ولا اسمع نسكن وحدي ولا نسكن مع مالك، هذا ماهوش كلام. هذا انت ما عندكش نولي. ربي يهدينا ان شاء الله وربي يثبتنا. ايها الشباب ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك يا شباب. أيها الشباب اجمعوا يا شباب الحسنات، الحسنة راهي عزيزة. إياكم والقيل والقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كره إليكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ديروا قيمة لهذا المال يا إخوان. المال راه نعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. ونصحكم واحكيكم بالسياسة، حافظوا على صلواتكم وارحموا بعضكم بعضا، خاصة اللسان هذا هو اللي يدي الناس لجهنم. احنا الوقت هذا ما سلك حتى واحد. اللي ما تزوجش ما سلكش، اللي ماشي مزوجة ما سلكت، واللي تزوجت ما سلكت.